اللي حصل ده طبعا مؤامرة واضحة للطفل الصغير مش للكبير، ان احنا دي سياسة، ده مش ماتش كورة ولا اهلي ولا مصر، ده عقاب لألتراس اهلاوي. ملاحظين من ساعة ما هم قالوا ما هنحتفل ب25 واحنا قلنا لهم لا احنا نازلين نستكمل الثورة، وبعد ما لغوا قانون الطوارئ بدأ يظهر حالات. لو تشوف تسلسل الأحداث هتلاقي اللي حصل ان بدأت البلطجية ترجع تاني، بدأت الاعتصامات الفئوية ترجع تاني، بدأ السطو على البنوك يرجع تاني، بل حضرتك بدأ اقتحامات، محاولة اقتحامات الأقسام ترجع تاني، وانتهت بالماتش بتاع امبارح. الرسالة اللي هم عايزين يوصلوها للناس نفس رسالة مبارك أيام التنحي، يا أنا يا الفوضى. ومجرد ما قلنا له امشي وصل الصورة دي. دلوقتي المشير نفس الكلام، هل الشعب خلاص رفضه؟ الشعب ما عادش هتخيل عليه الكلام ده. مصر داخله في مرحله جديده، احنا عايزين طبعا في لجان تقصي حقائق، هم مش عايزين الكلام ده يحصل. في ضباط كتيره متآمرين، انت لو شفت الملعب امبارح والتفاصيل اللي فيها مستحيل. اولا المكان المخصص للصحفيين اتملى بالجمهور، كويس؟ حصل اكتر من محاوله لاقتحام الملعب وهم ما اتحركوش، كان في كردون على جماهير النادي الاهلي وانسحب الكردون، مفيش عسكري واحد تصدى. وبعدين الكلام ده حصل في بورسعيد وحصل في المحله وخطف في العريش، فدي حاجات مدبره. احنا بنقول للنادي الاهلي اولا بنواسيهم لضحاياهم وضحايانا، وده دم مصري، لا نادي اهلي ولا نادي مصري، ده دم مصري. وبورسعيد امبارح كانت بالالاف بتتبرع بالدم، والعالم كله يشهد على ذلك، لدرجه ان اكياس الدم نفسها خلصت. جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد هي اللي وصلت جماهير النادي الاهلي لغايه القطر، لغايه القطر، وغسلنا الشهداء، ولغايه الساعه 4 الفجر لغايه اخر واحد وصلناه للمطار. جمهور بورسعيد هو اللي بيعمل ده. وبورسعيد احنا بنعتذر مش لخطأ احنا اخطأناه، لان احنا للاسف خال علينا الموضوع ان احنا فعلا قدروا يخدعونا بهذه الطريقه. دخلوا جوه. لكن بورسعيد 56 مستحيل تقتل المصريين. بورسعيد طول عمرنا في ماتشات اهلي ومصري وفيها شد اكتر من كده، بس الامن كان بيخلصنا بامان. الموسم الماضي مفيش امن خالص. الموسم الماضي كان في بعض المشاحنات، الامن منع جمهور الاهلي يدخل بورسعيد. انت دلوقتي اتحاد الكره ده كله يعلم انه كله فلول، ودول عارفين ان دورهم جاي، زائد ان الفاسدين في المحافظات لسه الثوره ما وصلت لهمش، الفاسدين في الاعلام لسه الثوره ما وصلت لهمش، فده من الطبيعي انه يضحي عشان ما توصلوش. امبارح لما تشوف واحد مش عايز اذكر اسمه لان ما يستاهلش ان انا اذكر اسمه، كان لعيب كوره وبيتكلم على شعب بورسعيد بالطريقه دي، واخد بالك؟ ده ما يعرفش بورسعيد مين؟ بيعمم بالشعب. لولا بورسعيد دي 56 ما كانش هو قادر يتكلم، ما كانش يبقى حر. لا خلينا احنا محترمين، وبنقول لهم برضه للمجلس العسكري يسقط حكم العسكر، بنقول للمشير اذا كنت انت بتعمل ده عشان مبارك، لان انت قدام الشعب المصري مكشوف جدا وقدام العالم مكشوف جدا انك ملتزم بحاجه واحده بس، هي قسم اليمين الولاء لحسن مبارك. مش من الطبيعي ان المحاكمات دي كلها، فين المحاكمات؟ فين المحاكمات؟ فين الناس اللي بتموت؟ فين الشهداء؟ المشير امبارح يعمل 3 ايام حداد، انا مع ان يتعمل سنه حداد على الناس اللي ماتت، لكن الشهداء ما تعملش عليهم. شهداء مسبيرو، شهداء محمد محمود، شهداء مجلس الوزراء ما تعملش عليهم. وبعدين عايز اوجه سؤال للمصريين كلهم، المجلس العسكري لما حب يحمي انتخابات مجلس الشعب لان على هواه ومن تدبيره، حماها ولا ما حماهاش؟ لما حب يحمي مجلس الشعب في محاولة اللي كان عامله زنزانة للثوار. انا عايز بس واحد عاقل في مصر يقول لي في موقعة بلطجة قتل او بلطجة صاب من امتى؟ يعني هل في ربط بين اللي بيحصل ده في الوقت ده تحديدا وبين القصاص اللي نادى بيه مجلس الشعب وبين 25 يناير تاني مره؟ هو ده امر طبيعي. ما انا قلت لحضرتك لازم تربط بين 3 حاجات، بين الغاء قانون الطوارئ، وده طبعا انت عارف البدلات بتاعه الداخليه ده غير الفساد بتاعهم، واخد بالك؟ احتفالات اللي هم كانوا بيبغوها احتفالات واحنا قلنا لا ثوره ومشت ثوره، لازم تربط بين ده، ولازم تربط بين نداء الشعب المصري برحيل حكم العسكر. هو عايز يقول انا يا الفوضى، عايز الناس البسطاء
المصريين الوطنيين اللي احنا ما بنشككش في وطنيه حد قاعد في بيته او في مظاهره مع او ضد، عايز اوصل للناس دي ان هتبقى في فوضى. لازم نقول استقرار، لازم نقول هدوء، لازم نسكت، لازم نستنى 6 شهور. استنى 6 شهور ليه؟ على ما نتخيل ليه عايز يفضل موجود لغايه اختيار رئيس؟ ليه؟ بس واضح ان الشعب وصلته الرساله وفاهمها قوي، بدليل كل الناس نادت النهارده وفي القاهره وفي بورسعيد يسقط يسقط حكم العسكر. ما هو ده دي الرساله اللي احنا بنوصلها بتلقائيه. والقاهريين كلهم احنا مصريين، واذا ذكرت الوطنيه ذكرت بورسعيد. احنا ما بنزكيش نفسنا على اي شعب، بس البورسعيدي عارف كويس جدا معنى النضال، وعارف جدا في يافطه اتعملت مسيئه جدا، لكن مش هي دي السبب. انا مش عايز ارمي على اليافطه اللي اتعمل، ياما اتعمل يافط وياما اتعمل نداءات وياما اتعمل ملاعب. ودوري ايه اللي احنا بنعمله؟ انا عايز اوجه رساله، دوري ايه؟ احنا ليه هنفضل فراعنه؟ تونس مشت صح، ليه ما بنتعلمش من اللي مشى صح؟ ليه بنمشي بدماغنا؟ احنا ليه ملتزمين بمجلس عسكري اللي بيقول لك اللي بيطالبوا الثوار اللي بيطالبوا باسقاط حكم العسكر عايزين الجيش يمشي؟ مين قال؟ الجيش يحمي مش يحكم. احنا قامت ثوره ضد النظام العسكري. انا عندي محافظ هنا مشوه ليه؟ لانه عسكري. احنا بنقول حكم العسكر. انا مش عايز محافظ عسكري، مش عايز وزير عسكري، مش عايز رئيس شركه عسكري، مش عايز رئيس حي عسكري. الناس دي بتاعت اوامر، نفذ. مش هيعرف يتجاوب مع الناس. فشلنا في 60 سنه اللي ماليزيا فيها خلاص بقت عالم اول. هيعملوا ايه؟ لما انت بتسمع الوقت وكل الشباب بيسمع ان مصر بتدين للعالم، وتعرف ان مبارك ليه 9 مليار في البنوك المصريه، لما تسمع ان في 45 قصر بتاعتهم مش قادرين حتى. سودان مبارك بتعمل ايه؟ انا عايز افهم، سودان مبارك ماسكه عليكم ايه؟ انتوا سايبينها ليه؟ ده اللي انا اعرفه. الحاجات الغريبه اللي بتحصل لما تيجي تطلع لي واحد اللي هو اتمان بتطلعه عشان بلغ سن ال60 وانت عندك 78 سنه، انت بتتكلم ازاي؟ الناس دي لازم تفوق. وبنوجه رساله لشعب مصر، بورسعيد كلها اللي كانت بالالاف امبارح بتتبرع بالدم وبتحمي اخواتها الاهلاويه، واخد بالك؟ هي بورسعيد اللي نازله النهارده بتعز مصر في ابناء مصر، وبتقول لهم برضو اخر كلام عايز اقوله: يسقط حكم العسكر، شاء من شاء وابى من ابى، هيسقط حكم العسكر ان شاء الله باذن الله، طول ما الشباب ده واعي وطول ما الناس دي بتدعي فعلا من قلبها، لان الشعب ده فعلا لازم ينتصر بفضل الله عز وجل. بورسعيد اتظلمت، وبكررها تاني واخر كلام: بورسعيد 56 مش ممكن تقتل المصريين بس، ودي مؤامره فعلا زي ما قال الشعب، دي مؤامره دنيئه فعلا على بورسعيد. وشكرا لكم.